بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبلوا تحياتي، محدثكم عمرو الصاوي. ألتقي مع حضراتكم هنا من داخل مركز ومدينة إسنا، وبالتحديد هنا من داخل مركز شباب، من داخل نادي الشبان المسلمين، إحدى القلاع الرياضية العظيمة التي تتميز بها محافظة الأقصر ونادي الشبان المسلمين هنا بمدينة إسنا. في بداية هذا البث المباشر ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة الأسبوع الخامس، نلتقي مع حضراتكم على الهواء مباشرة، ونبدأ بالتحية والسلام على كل أهلنا في فلسطين المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية، داعين المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان، وخاصة بعد أن عقدت القمة العربية الطارئة بالأمس بالمملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، بحضور ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتشريفا وحضورا لزعيم العرب وزعيم إفريقيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن واستنكر تماما ما يحدث بالأراضي المحتلة. ستظل للأبد إن شاء الله القدس عربية بإذن الله. كل الأمنيات الطيبة. ستظل مصر هي زعيمة للأمة العربية أبى من أبى وشاء من شاء. ودخول المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتواجدوا بالمستشفيات، مصر هي مضيافة لكل العرب أبى من أبى وشاء من شاء. كل الدعم والمساندة والتأييد. فترة رئاسة قادمة إن شاء الله تحمل معها كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق إن شاء الله للشعب المصري بإذن الله. نعود وننتقل سريعا سيداتي وسادتي على هذا البث المباشر الذي ننقله لحضراتكم هنا من داخل مدينة إسنا، لقاء يجمع ما بين القادم من شمال سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، نادي قفط الرياضي، بحضور مديره الفني الكبير، واحد من الأسماء الكبيرة، كابتننا الكبير كابتن كمال الزين، المدير الفني لنادي قفط الرياضي. ويتواجد هنا فريق نادي السلام بعد التغييرات التي طرأت في الفترة الأخيرة بتغيير لجنرال التدريب بمحافظة الأقصر النجم الكبير كابتن عمران البدري، ومدربه العام أيضا وتقديما للاستقالة. يأتي بعد ذلك تشكيل جهاز فني جديد بقيادة كابتن محمد جاد مديرا فنيا، مع كريم الضوي مدربا عاما، وكابتن علي عامر مدربا للحراس. ويتواجد أمامكم في الصورة ده اللي ماسك الكرة في إيده واحد من القامات الرياضية الكبيرة، واحد من الإداريين المحترمين، المشرف العام ومدير الكرة بنادي السلام بمدينة إسنا، كابتن مصطفى طلب، خالص الشكر والتقدير والاحترام، ومعه كابتن الطاهر زكي المدير الإداري. أمام حضراتكم لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر، نزل لاعبي الفريقين إلى ملعب اللقاء. في هذا اللقاء الآن يتقدمهم طاقم التحكيم، طاقم تحكيم من منطقة أسيوط لكرة القدم بقيادة الكابتن بدري أحمد فؤاد، مواليد 7/9/96، مركزه في الملعب كان بيلعب مهاجم، لعب لمنفلوط ولعب لشبان أسيوط ولعب لنجوع مازن في سوهاج. يعني مبارياته التي قام على إدارتها يعني المنيا والإسماعيلي في دور القطاعات، أبو الريش وقنا ودياموند وبشتيل. ده بالنسبة لحكم اللقاء. أما المساعد رقم 1 حسام حسن، على اسم النجم الكبير حسام حسن العميد حسام حسن. أمام حضراتكم نجيب لكم الصورة كده على حسام حسن، نجيب لكم الصورة كده على حسام. يعني مواليد 9/3/96، 27 سنة، أسمنت أسيوط، لعب لأسمنت أسيوط والبلدية، ولعب للشبان أيضا، ولعب لشبان أسيوط، ولعب لساحل سليم. على فكرة هو لاعب كرة حتى الآن، ما زال يمارس كرة القدم حتى الآن في مركز شباب ساحل سليم. هذا المساعد اللي هيتواجد أمامنا هنا. مبارياته كانت العبور والقناطر الخيرية وأيضا سكر قوس والحصاية. ده بالنسبة للمساعد الأول. أما المساعد الثاني الأسمراني عبد الهادي سيد، مواليد 9/7/96، مدافع أيضا، لعب 10 سنين للوالدية و4 سنين لعب 4 سنين أيضا للبلدية. كانت مبارياته دياموند أيضا وبشتيل. على فكرة طاقم الحكام النهاردة كلهم خريجي كلية التربية الرياضية، خريج كلية التربية الرياضية.
كده الصوره اللي امام حضراتكم ديت النجم الكبير كابتن احمد عكاشه، واحد من نجوم نادي الاقصر الرياضي، تربى وترعرع في قلعه العميد. نادي الاقصر الرياضي احمد عكاشه واحد من ابناء مركز ومدينه طود، يحمل القميص رقم 20. اذا انتقل الى اي مكان يرتدي القميص رقم 20. احمد عكاشه ادبا خلقا احتراما للنجم الكبير، بنتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. يعني نروح كده ونقول لحضراتكم سريعا قبل بدايه هذا اللقاء ماذا تقول قارئة الفنجال وماذا يخبئ القدر في هذا اللقاء. شايف كده ظهر معانا على امام حضراتكم كده بالقميص الكاروهات كده كابتن عاطف ياسين، سكرتير لجنه الحكام السابق بمنطقه الاقصر لكره القدم، واحد من مقيمي الاداء ومقيمي الحكام. يظهر الان على الدكه بجواره كابتن اشرف جمعه، مراقب هذه المباراه، القادم من عن تماسيح النيل محافظه اسوان امام حضراتكم. وكابتن عيسى ايضا مراقب السابق للمباراه متواجد ايضا هنا معانا على الهواء مباشره زي ما انتم شايفينهم كده امام حضراتكم. والاستاذ ادم موقع دورينا لكره القدم لمين يعني خبر كده هنقوله بس للناس اللي بتتابعنا على الهواء مباشره، ليس على مسؤوليه عمرو الصالح، على مسؤوليه زيزو اللي جبت لكم في الصوره امام حضراتكم. الحسينات تتقدم بالهدف الاول على الكيمان في ملعب مركز شباب الجرنه. الخبر ليس على مسؤوليتي ولكن على خبر زيزو جبت لكم في الصوره الان. الكره في الاقصر بتخش معانا الان على الهواء مباشره. شكر والتقدير والاحترام لكل متابعينا عبر اللايف وعبر المباشر. كابتن عمر احمد صالح دخل معانا الان من العاصمه الضباب من انجلترا، دخل من مدينه ليفربول. نجم الكبير بيخش بيحضر هذا اللقاء متابعا معنا على الهواء مباشرة. وأيضا نجومنا الكبار اللي بدأوا يخشوا من كل أنحاء العالم لأصدقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السودان الشقيقة ودولة الكويت، وأيضا أصدقائنا الأعزاء بالعاصمة الليبية طرابلس. نقول لحضراتكم امبارح بالأمس مدينة إسنا تبيت ليلة ليست سعيدة بهزيمة نادي الشبان من المدينة المنورة 1-0 في حضور مدير الفني كابتن عبد الرحيم سعد. بيحضر هذا اللقاء هنا ومتواجدا أمام حضراتكم. هجيب لكم الصورة عليه عبد الرحيم سعد، هجيبه لكم اهوت. عبد الرحيم سعد يتواجد في هذه الشرفة التي تظهر أمام حضراتكم في الصورة. يظهر هنا عبد الرحيم سعد يتابع اللقاء على الهواء مباشرة هنا من داخل الملعب، يتواجد في ملعب اللقاء. قنا والتحرير، التحرير يخطف نقطة ويذهب بها إلى جنوب الصعيد أمام حضراتكم بالتعادل بدون أهداف مع قنا. سكر قوس التعادل مع أبو الريش. يعني الآن خلينا كده نروح في هذا اللقاء أمام حضراتكم ونقول لحضراتكم ماذا أعد العدة محمد جاد وماذا أعد كمال الزين لهذا اللقاء لكل المتابعين. نبدأ بالضيوف النهارده. نادي قفط الرياضي بيبدأ بمصطفى شحات لحراسة المرمى، بيلعب قدامه القادم من نادي المدينة المنورة. مدافعا في هذا اللقاء عبد الرحمن سيد او شفلط زي ما بيحبوا يندهوا له كده بالقميص رقم 5 عبد الرحمن الفتحي 25. عمر عبد الرحيم يمينا، يسارا محمد عبد الحي بيلعب قدامه كده باحمد يوسف تاتو القادم من مكادي عبر بوابه المدينه المنوره. بيلعب قدامهم ياسر محمد القادم من محافظه الاسكندريه. لسه بقول لكم شفلط اهو قدامي اهوت، عبد الرحمن شفلط اهوت مدافع المدينه المنوره، يعني كان متواجد في دوري القسم الثاني العام الماضي. ياسر محمد القادم من محافظة الاسكندرية بالقميص 34، وعلي يوسف جنبه بالقميص 26. محمد أحمد مبارك وعبد الرحمن ناصر 2 هافات، وبيلعب بالمقدمة الهجومية بمحمد سعيد صاحب القميص رقم 9. الناحية الثانية في التجربة الأولى في غياب كابتن عمران البدري بيبدأ النهاردة بمحمد جاد. النهارده بيبدا بمين؟ بيبدا بيسري عبد الجواد بالقميص 95 لحراسه المرمى. قدامه احمد عبده عمران واحد من افراد الحرس القديم الذين صعدوا من الرابعه الى الثالثه مع هذا الفريق. يتواجد جنبه احمد فرج القميص رقم 5، احمد السيد القميص رقم 12، واحمد محمد اوزيل القميص رقم 30. علي عبد الدايم على دائره المنتصف. نجم الكبير كابتن احمد عكاشه واحد من اللعيبه الكبار القميص رقم 20 في نادي السلام، واحد من أصحاب الخلق الرفيع يعني أدبا وخلقا احتراما كابتن محمد عبود لاعب نادي السلام بمدينة إسنا. والمقدمة هناك بيلعب ب3 في المقدمة الهجومية أمام حضراتكم. بيلعب بباهي جمال القميص رقم 10، وأحمد عماد القميص 29، وبركات السيد في المقدمة الهجومية
يعني دي حاليا نقول لحضراتكم. يعني الكرة في الأقصر بتسألنا بتقول لك هل يتأثر نادي السلام بغياب كابتن عمران؟ السؤال ده بنوجهه للحاج كمال اللي متواجد أمام حضراتكم في الصورة، رئيس مجلس إدارة نادي السلام الذي يعني يسير بخطى ثابتة بهذا المجلس وبكل أفراد المنظومة جميعا. بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، داعين المولى عز وجل التوفيق لكل أنديتنا يا رب إن شاء الله، وللكرة المصرية تحت قيادة الرشيدة لواحد من أبناء محافظة الأقصر كان الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الأقصر لكرة القدم بقيادة التاريخ كابتن عادل فخري وكل أبناء المنظومة الرياضية إن شاء الله. ذكرت لحضراتكم كابتننا الكبير كابتن عاطف ياسين يتواجد أمام حضراتكم في الصورة ويقلب في أوراقه وفي دفتره عائدا من محافظة القاهرة، كان متواجدا بالاتحاد المصري لكرة القدم. هناك في لجنة تقييم المدربين كان متواجدا هناك كابتننا الكبير كابتن عاطف ياسين، واحد من النجوم الكبار، واحد أدبا وخلقا واحتراما من أبناء محافظة أسيوط. بالمناسبة قبل ما نبدأ كده بنقول خالص الشفاء العاجل يا رب إن شاء الله للسيد العمري فاروق العمري وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل له الشفاء العاجل. صافرة حكم اللقاء كابتن البدري أحمد فؤاد بيعلن بداية شوط المباراة الأول أمام حضراتكم. تروح الكرة لحارس المرمى. خش معانا كده على الهواء مباشرة كابتن علي عربي، طمنا علي على اخبار دوري مراكز الشباب هناك السنة، تشوف الدنيا ماشية ازاي هناك. الانباء اللي جايه لنا هناك من البر الغربي لمحافظة الاقصر بتقول بان الحسينات متقدمين بهدف اول على مركز شباب الكيمان حتى الان. دي الخبر اللي جاي لنا من هناك، اكيد تجيب لنا انت الاكيده والخبر معاك ان شاء الله. بنتابع عشان الناس اللي بتتابع معانا على الهواء مباشرة. ضربة حرة مباشرة لاصحاب الارض والدار، فريق نادي السلام هيلعبها احمد عكاشة لسه بتكلم عليه احمد عكاشة القميص رقم 20. نسأله الاعلى هو النجم الكبير كابتن هادي خشبة. تستند الكرة لقدام لعبها كده والقميص رقم 12 لعبها كده، ده احمد السيد لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر، كان من اللعيبه الكبار في جيل هادي خشبه، في جيل الصخره والجمعه. تواجد مع شادي محمد، واحد من اللعيبه اللي شالت 19 كاس لن يحملها الخطيب ولا مصطفى عبده ولا شطه ولا شريف عبد المنعم، حملها النجم الكبير كابتن شادي محمد. سند الكرة وتروح للحارس مصطفى شحات، عند الباك الشمال الناحية الثانية محمد عبد الحي، تعدت الناحية الثانية وتسندت لقدام هناك، هربت طولت راحت، بتطلع الكرة لرمية تماس عند الباك اليمين أحمد السيد. شكله كده هيشغلوه كتير أحمد السيد. الناحية الثانية بيرتدي شارة كابتن فريق نادي السلام. السند الكرة قدامه تروح عند القميص 29 قدامنا هناك، بتطلع الكرة عند عبد الرحمن سيد مدافع نادي قفط الرياضي، واحد من اصحاب البشرة السمراء على طريقة عبد الستار صبري. تستند الكرة قدامه على دائرة المنتصف القميص رقم 8 على القميص رقم 8 احمد يوسف تاتو، ده لاعب من اللعيبة اللي تواجدت في عبر بوابة الأقصر كده طريق نادي المدينة المنورة، توجه بعد ذلك إلى نادي مكادي، كان معاهم في فريق الصعود. سند الكرة لقدام، عدت هربت طولت راحت القميص 29. حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة مباشرة. بيدخل معانا الآن على الهواء مباشرة من المملكة العربية السعودية واحد من أبناء محافظة الأقصر، المدرب أكاديمية نادي الهلال السعودي، مدرب قطاع الناشئين بنادي الهلال السعودي، كابتننا الكبير كابتن محمود الدرديري. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إسنا وعلى السادة المقيمين خارجها أن يراعوا فروق التوقيت.
عدنا لحضراتكم من جديد متابعين عبر اللايف عبر المباشر بعد أن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إسنا والسادة المقيمين خارجها أن يراعوا فروق التوقيت. 5 دقائق ونصف من بداية شوط المباراة الأول، والنتيجة ما زالت هي التعادل السلبي بدون أهداف هنا في ملعب نادي الشبان. مباراة نادي السلام أمام فريق نادي قفط الرياضي. الانباء اللي جايه لنا من هناك بتقول لك ان الحسينات متقدمه بهدف لعمرو عبادي، متقدم بهدف في شوط المباراه الاول على مركز شباب الكيمان في الدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب. دي اخر الانباء اللي جايه لنا من هناك. بنتابع معاكم الانباء التي تاتينا من مدينه الجرنه بالبر الغربي لمحافظه الاقصر. خلينا هنا في اللقاء ونروح كده هناك الناحيه الثانيه هناك عند القميص رقم 9 محمد سعيد سندت الكوره راحت الناحيه الثانيه في الحته المظلمه خالص اللي مش شايفينها هناك لقدام. هناك عند القميص رقم 20 احمد عكاش هيغير الملعب، ولكن القميص 26 متمركز صح علي يوسف. عند القميص رقم 8 احمد يوسف تاتو، ولكن القميص رقم 2 احمد عمران وجدنا معاه العام الماضي في مدينة الغردقة في مباراة مكادي أمام الغردقة، وكان هذا الولد يعني خطب الجمعة في تواجد الجنرال كابتن عمران البدري هناك في مباراة نادي السلام أمام فريق مكادي. تستند الكرة هناك عند الحارس على طريقة مارادونا كده، عاوز يعملها كده على طريقة دياجو أرماندو مارادونا الراحل العظيم، وفاته 25/11. هذا التاريخ لن ينساه العالم أبدا، رحيل الأسطورة دياجو أرماندو مارادونا. ولكن يبقى ليونيل ميسي سحب البساط من الكل في سن 35 عاما، يأتي بكأس العالم من العاصمة القطرية الدوحة. ولما سئل ميسي قال لك هذه هي وصية دياجو أرماندو مارادونا، والهزيمة من المملكة العربية السعودية غيرت مسار المنتخب الأرجنتيني تماما. خلينا نعود في هذا اللقاء، والتعادل السلبي ما زال يلقي بظلاله في آخر مباريات هذه الأسبوع دوري الدرجة الثالثة هنا في منطقة الأقصر لكرة القدم اللي بنقول لحضراتكم. بدأت مبارياتها دي بدأت بالأمس، وشهدت لفوز المدينة المنورة على الشبان هنا 1-0، وقنا على التعادل قنا مع التحرير، وتعادل سكر بوس 1-1 مع أبو الريش، والحصاية وإدفو مع محمود حسن ماشيين تمام التمام مع محمود حسن تمام التمام كده 2-1 على الحصاية. في الحصاية يتبقى هذه المباراة أمام حضراتكم. التعادل السلبي ما زال هو سيد الموقف لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر امام حضراتكم. ضربة ركنية لصالح فريق قفط كده، بيضغطوا من دائرة منتصف الملعب. كابتن كمال الزين عامل 3 مهاجمين، بيلعب ب3 قدام في الخط الامامي، ولكن بيتسرق كده من وسطهم محمد سعيد المهاجم رقم 9 اللي بيتحول لسترايكر صريح. شايفين كده قدامنا يعني متواجدين الفرقه بالكامل متواجده، او 18 اللي قدام هناك، ولكن المدافعين ما زالوا هم اصحاب الكلمه العليا في اللقاء. تستند الكره وتروح الناحيه الثانيه هناك لكن المدافعين تعدت الكره. كان احمد السيد بيطلع بعد باكورد كده اتعمل في جوه ال18 من على دائره المنتصف. القميص رقم 34 ياسر محمد بيعمل التغطيه العكسيه على دائره المنتصف، معاها حكم اللقاء كابتن البدري احمد فؤاد. طاقم حكام اسيوطي كامل بيدير هذا اللقاء، ومراقب الحكام ايضا من منطقه الاقصر كابتننا الكبير كابتن عاطف حسين، ومراقب المسابقات كابتننا الكبير كابتن اشرف جمعه من منطقه اسوان لكره القدم من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. بيسالونا على مباراه الحسينات امام الكيمان، بنقول لهم 1-0 للحسينات هناك، 1-0 للحسينات حتى الان.
سند الكرة وتروح الناحية الثانية للباك اليمين محمد عبد الحي بيطلعها لقدام، لكن الباك الشمال هنا أحمد أوزيل هنا الباك الشمال بيطلع على طول لقدام على دائرة المنتصف، بتروح عند القميص رقم 8 علي عبد الدايم بيغيرها الناحية الثانية، بتروح عند القميص رقم 6 عند محمد عبد الحي الباك الشمال لصالح فريق هناك، لكن ترجع الكرة لأحمد السيد قلت لحضراتكم تستند الكرة وتروح الناحية الثانية. القميص رقم 9 عملها عند الحارس ده بركات السيد بيغيب عن هذا اللقاء 2 من لعيبة نادي السلام القادمين من مركز شباب أرمنت في الميركاتو الصيفي، الطاهر فتاح وأيضا حمدي عبد العزيز الأسباني بيغيبوا عن هذا اللقاء لتواجدهم في دوري مراكز الشباب مع العريضة أرمنت. مش عارفين المباراة ايه اخبارها، انتهت على كام، ما حدش بلغنا حتى الآن. لو حد عارف النتيجة من المتواجدين على الهواء مباشرة يبلغونا بمن هو المقعد الذي حجز. ياسين المحطاوي دخل معانا على الهواء مباشرة من قلب محافظة أسوان. تستند الكرة لقدام هناك عند القميص رقم 10 باهي لسه بتكلم عليه، تطلع الكرة هناك عملها، تطلع الكرة أمام حضراتكم. تستند الكرة قدام الباك اليمين محمد عبد الحي، تعدت الناحية الثانية، ولكن المدافعين ما زالوا هم أصحاب الكلمة العليا في اللقاء حتى الآن. لكل المتابعين بتروح الكرة عند الحارس مصطفى شحات حارس مرمى فريق نادي قفط، يعني الفريق، يعني هذا الفريق الذي تم تجهيزه من قبل الكابتن مصطفى العربي واحد من المدربين الكبار، ولكن قبل بداية الدوري الراجل تقدم باستقالته وتولى الإدارة الفنية كابتن كمال الزين، واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ صعيد مصر. تستند الكرة ده محمد عبود بيحضن عليها لكن ياسر محمد كده رايح معاه بيطلع وبتحضر عليها، تطلع الكرة أمام حضراتكم، بتطلع لرمية تماس لصالح فريق نادي السلام. كابتن اشرف جمعه كده اللي مراقب المباراه هو بيجهز الكره الثانيه على طول، بيقول له غير كده على طول. احمد البدري احمد فؤاد قال له غير على طول. سند الكره وتروح هناك لقدام. رمي التماس لصالح فريق نادي السلام، بيلعبها لقدام الناحية الثانية هناك عند القميص أمام حضراتكم. هناك القميص ده القميص 25 عبد الرحمن الفتح اللي هو المدافع رقم 2 جنب عبد الرحمن سيد. تستند الكرة قدام هناك وتروح، ما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف. 14 دقيقة من شوط المباراة الأول والتعادل السلبي ما زال هو سيد الموقف لقدام. بيطلع كده الحارس يسري عبد الجواد، أعد له على دكة البدلاء واحد من الحراس الكبار علي هارون حارس مرمى نادي الأقصر الرياضي السابق، واحد من الحراس أصحاب الخبرات الكبيرة، يعني بيتواجد على دكة البدلاء. تستند الكرة قدام عبد الرحمن الفتح بالقدم اليسرى، ولكن أحمد عكاشة بياخدها كده من قدامه هناك وبتتغير، عدت هربت طولت راحت الناحية الثانية. المدافع الباك اليمين عمر عبد الرحيم بياخدها الناحية الثانية وبتروح هناك عند القميص 22 محمد عبود هيعدي ولا يفوت بوش رجله الخارجي، ولكن القميص رقم 24 ده عمر عبد الرحيم على الهواء مباشرة. نجومنا الكبار كلهم متواجدين، عبد الرحمن سيد واحمد عكاشة. عبد الرحمن سيد واحمد عكاشة كانوا لاعب الدربي من قبل كده امام نادي المدينة ونادي الاقصر الرياضي في وقت تواجد عبد الرحمن في نادي المدينة وتواجد احمد عكاشة في نادي الاقصر الرياضي مع حضراتكم. وما زلنا هنا في هذا اللقاء اللي بنتابعه مع حضراتكم على الهواء مباشرة
يعني فوز نادي السلام النهارده يصل بيه للنقطة 7، فوز فريق قفط يصل به لتصدر قمة المجموعة ب 11 نقطة. ما زالت لسه الأماني ممكنة في ملعب اللقاء. أمام حضراتكم أحمد عكاشة. أحمد عكاشة تحس محمد جاد كده عامل الخطة كلها ورسمها على أحمد عكاشة، رمانة ميزان ملعب اللقاء في نادي السلام. لكن لسه بتكلم عليه أمام حضراتكم، هذا اللاعب واحد من اللعيبة يعني أصحاب الموسيقار كده، يذكرنا بالنجم الكبير إنيستا، النجم الأسباني الكبير. في السند الكرة قدام، ولكن أحمد عمران من القلب بيطلعها كده. مدافعين الكبار بيلعبها عند أحمد عادل عبد الرحيم القميص 29. أحمد عادل عبد الرحيم، أحمد عادل بياخد ضربة حرة مباشرة. أحمد عادل عبد الرحيم لاعب فريق لاعب نادي السلام، عضو مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بمركز ومدينة الطود القميص 29. على فكرة وبالمناسبة هو مطرود في دوري مراكز الشباب في المباراة الماضية. أحمد عادل عبد الرحيم واحد من اللعيبة من الأسماء من مواليد منطقة الجزاء. أحمد عادل من اللعيبة الكبار، بنتمنى له التوفيق بالتأكيد. مباراة بتسير حتى الآن، هجمة هنا والثانية هناك واتسندت هناك عند الحارس، غابت الثقال للمدافعين، عدت الكرة لقدام وراحت الناحية الثانية هناك على دائرة المنتصف. أحمد عكاشة بالقدم اليسرى يا ولد لعبها لقدام، ولكن القميص 25 عبد الرحمن الفتح، عبد الرحمن سيد، ولكن خطفها من قدامه القميص رقم 9 محمد سعيد، راحت لأحمد عادل المساعد هناك صاحي مش نايم، عبد الهادي سيد صاحي مش نايم هناك مع حكم اللقاء، واحد من المساعدين أصحاب البشرة السمراء. نسبة الحكام بن خالص العزاء للكابتن فهيم عمر في وفاة والدته، وبالمناسبة هي عمة واحد من المساعدين الدوليين الكبار كابتن أيمن دجيش، واحد من الأسماء العظيمة في التحكيم المصري. كابتن أيمن دجيش وكابتن فهيم عمر محلل قناة الشمس تحكيميا في برنامج ملعب الشمس مع الأستاذ عبد الناصر زيدان. ترقب أمام حضراتكم من السيد رئيس مجلس إدارة نادي السلام الحاج كمال، أمام حضراتكم كمال أبو الحسن، أمام حضراتكم يترقب ويتابع المباراة، يمني النفس بالثلاث نقاط. هناك جماهير قفط تنتظر اللقاء على أحر من النار على أن تذهب إلى قمة المجموعة. فماذا تقول قارئة الفنجال وماذا يخبئ القدر أمام حضراتكم؟ طبعا أمام حضراتكم كده شايفين المركب السياحية بتعبر في نيل مصر الخالد أمام حضراتكم. يعني بنتمنى التوفيق يا رب لكل للدولة المصرية يا رب إن شاء الله. تستند الكرة وتروح لقدام هناك عند القميص رقم 8 علي عبد الدايم مع عكاشة على دائرة المنتصف، ولكن أحمد حسن تاتو بتطلع الكرة هناك على دائرة هناك على قوس 18، ولكن من القلب القميص رقم 5 أحمد فرج بيطلعها ردها أحمد تاتو هناك وتروح عند الحارس يسري عبد الدايم. راحت عند الحارس يسري عبد الدايم. بيسألونا على نتيجة الحسينات، هنحاول كده زيزو يجيب لنا النتيجة تاني، أو كابتن علي عربي اللي متواجد معانا على الهواء مباشرة، يا ريت تبلغنا وتجيب لنا النتيجة يا كابتن علي بعد إذنك وأنت متواجد معانا على الهواء مباشرة. خلينا في اللقاء ياسر محمد القادم من محافظة الإسكندرية. تستند الكرة لقدام تروح الناحية الثانية، القميص 22 محمد عبود، ولكن عبد الرحمن الفتح قصير كده، كانت الكرة قدام أحمد عادل هتروح، ولكن هناك الحارس متواجد الحارس مصطفى شحات. تحدث الإعلامي لنادي الزمالك أحمد سالم قال لك الفترة القادمة ستشهد تغييرات كثيرة في مستقبل الكرة بنادي الزمالك. الأخبار اللي جايه لنا الكرة في الأقصر بتتابع معانا اللقاء، قال لك الكيمان يأتي بهدف أول في اللقاء هناك، والحسينات تأتي بالهدف الثاني، وتصبح النتيجة 2-1 في البر الغربي لمحافظة الأقصر هناك في ملعب مركز شباب الجرنة. الحسينات 2 الكيمان 1. ده دوري مراكز الشباب عشان الناس اللي بتتابع معانا على الهواء مباشرة. جماهيرنا بتسألنا والله على الهواء، فبنتابع معاكم
الكيمان 1 الحسينات 2 ملعب مركز شباب الجرنة. أما هنا ملعب مركز نادي الشبان المسلمين بمدينة إسنا. التعادل السلبي بدون أهداف 20 دقيقة بالتمام والكمال هنا في شوط المباراة الأول، بكرة رايحة هنا والثانية هناك، وضربة حرة مباشرة من لصالح فريق نادي قفط الرياضي. هيلعبها القميص رقم 6 محمد عبد الحي بالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى. بيتكلم معاه كده محمد عبود، وهناك كده حكم اللقاء بيشهر الكارت الأصفر الأول. الكارت الأصفر الأول راح لمين؟ راح لمين؟ هنشكت كده منه. رفع الكارت، واقف قدامه 2 واقفين قدامه الاثنين كده، المدافع والمهاجم. القميص 6 القميص 26 علي يوسف. علي يوسف لاعب نادي علي يوسف ادى ده رفع كارتين صفر لاحمد عبده عمران، ورفع الكارت الثاني للقميص 26 علي يوسف. تعدت لقدام في ايد يسري عبد الدايم. بدأت الآن مباراة صن داونز أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري السوبر الإفريقي. كنا نمني النفس ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وغادرها فريق النادي الأهلي. تستند الكرة لقدام أحمد عكاشة عند القميص رقم 9 ومحمد بركات السيد، ولكن عبد الرحمن سيد بيطلع الكرة لرمي التماس. رمي التماس هيلعبها المتخصص احمد السيد بالقميص رقم 12 باك رايت فريق نادي السلام، ولكن من القلب بيطلع عبد الرحمن الفتح كده، هو اللي بيطلع الكرة اللي فاتت دي قصير مكير كده على طريقة مشير حنفي مدافع النادي الاهلي، وعلى طريقة كارلوس بيول مدافع نادي برشلونة الاسباني. عبد الرحمن الفتح سلامات على الارض، قال له كده قوم على طول. البدري تستند الكرة قدام عبد الرحمن سيد، عدت هربت طولت راحت، بتطلع الكرة لرمية اللي تطلع الكرة على دائرة المنتصف. من القلب بيطلعوها تاني مدافعين فريق نادي قفط الرياضي، بتروح عند الحارس يسري عبد الدايم. قال لك يعني بعد الأحداث الأخيرة التي شملتها قائمة منتخب مصر الوطني لكرة القدم ومباراته القادمة أمام جيبوتي، ويعني رغم ما يدور، هنقول لحضراتكم أخبار حصرية كده هتشوفوها معانا إن شاء الله. حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة مباشرة، بيحتسب ضربة حرة مباشرة. الصوت اللي سامعينه ده صوت كابتن محمد جاد، كابتن كريم الضوي، وكابتن مصطفى طلب، الثلاثة واقفين على الخط يعني كده بيتحدثوا مع حكم اللقاء كده في الكرة الماضية. عاوز اقول لحضراتكم برغم الضغوط التي مورست على ريو فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، الا انه اصر على تواجد احمد فتوح وتواجد محمد صبحي في قائمة منتخب مصر الوطني يعني التي ستكون في المباراة القادمة. محمد البدري راح كده على دكة بدلاء فريق نادي السلام وتحدث معاهم كده قبل أن يخرج ويشهر الكروت في مستقبل هذه المباراة. ماذا يدون في أجندته المراقب الحكام كابتن عاطف ياسين؟ ماذا يدون في هذه الأجندة التي ظهرت أمام حضراتكم يعني بمستقبل هذه المباراة، وخاصة أنه مراقبا للجنة الحكام لهذه المباراة؟ يتواجد جنبه القيمة والقامة الكبيرة كابتن أشرف جمعة، واحد من أبناء محافظة أسوان، نتمنى له التوفيق مراقب هذه المباراة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. رمي التماس لصالح فريق نادي السلام، ضربة حرة مباشرة. دي رمي التماس لصالح فريق نادي السلام. اتلعبت الكرة لقدام عبد الرحمن والمهاجم لقدام كده امام حضراتكم، هنشوف بس هتطلع الكرة دي فين. القميص رقم 30 لعبها لقدام، عدت هربت. هدف اول في اللقاء لسه بتكلم عليه ولسه بقول هو رمانة الميزان. احمد
أحمد عكاشة. أحمد عكاشة يأتي بالهدف الأول في الدقيقة 24. أحمد عكاشة يأتي بالهدف الأول في الدقيقة 24 من مستقبل هذه المباراة. أحمد عكاشة بالقدم اليسرى، واحد من اللعيبة اللي لسه بتكلم عليه. المباراة ستقف على أطراف أصابعها في هذا اللقاء سيداتي وسادتي متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. بتتغير النتيجة الآن في الدقيقة 24. هدف كده صد من وراء لقدام، ولكن معلقنا الرياضي الكبير كابتن ميمي الشربيني بنديله الصحة وطولة العمر قال لك القادمين من الخلف لن يأتي بها المهاجمين، ولكن أتى بها أحمد عكاشة. أحمد عكاشة يأتي بالقدم اليسرى، شوطة كرباك كده بيعملها المهاجم محمد سعيد، ولكن ضلت الطريق تماما وتطلع الكورة لقدام، تطلع الكورة ضربة مرمى. شبائسنا باتت ليلة حزينة بالأمس بالهزيمة من المدينة المنورة. ماذا يتحدث مصطفى طلب أبو سارة؟ ويتحدث مصطفى طلب أبو سارة وأيضا محمد الطاهر المدير الإداري ذهب يعني كده تعدي الكرة قدام كابتن أحمد عادل بيرتدي القميص 29 في ملعب اللقاء، بيرتدي القميص 29 أمام حضراتكم. تغيرت النتيجة تماما وأصبحت في الدقيقة 24 حملت معها الخبر السعيد، حملت الخبر السعيد لأبناء مدينة إسنا بالتقدم 1-0 بهدف لأحمد عكاشة. أحمد عكاشة بيأتي بهدف أول، يعني شوطة مدوية كده لن يراها الحارس مصطفى شحاتة إلا وهي متواجدة في الشباك. تشيلسي وباريس سان جيرمان وقمة مرتقبة إن شاء الله في الدوري الأوروبي، هنشوفها مع بعض في دوري الأبطال إن شاء الله، يعني متواجدة أمام حضراتكم على الهواء مباشرة لكل القميص رقم 10 باهي جمال هتعدي هتفوت، ولكن يا ولد شوف بص عبد الرحمن سيد، خبرات السنين لعبد الرحمن سيد مدافع نادي المدينة المنورة في الدوري الممتاز بها العام الماضي. تواجد عبد الرحمن واحد لعب أكثر من 19 مباراة في مستقبل المباراة. الكرة تذكرنا بمباراة الأمس النادي الأهلي أمام الجونة وكرة محمد الشناوي. طبعا خبراء التحكيم كلهم أكدوا بأن الكرة جت في إيد المهاجم الجونة بالأمس، ولكن لن يحتسب الهدف. ولكن الجونة علاء عبد العال بالتخصص كده امبارح قدر يخطف نقطة من مارسيل كولر امبارح في ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة. تعدي الكرة لقدام عبد الرحمن سيد طلع قدام، لكن عبد الرحمن الفتح بيطلع كرة أحمد عكاشة الموسيقار. الكرة سابت مصر كلها وجت لنا هنا قدامنا وتطلع الكرة لرمي التماس. مدرب هنا العام كابتن سيد سعد، المدرب العام مع كابتن كمال الزين هو اللي جاي بيدي تعليمات قدامنا هنا على الخط. سند الكرة ده محمد عبود بيرتدي القميص رقم 22، القميص رقم 22 في نادي السلام، واحد من اللعيبة المهذبين أدبا وخلقا واحتراما، شقيقه النجم عراق عبود، واحد من الهدافين التاريخيين المتواجدين. عبد الرحمن الفتح قصير مكير عملها كده، دايما نقول لك احذروا الكرات العرضية، الكرات العرضية. تعدي الكرة قدام عند مصطفى شحاتة، أصدقائنا بالمملكة العربية السعودية بيتابعوا معانا اللقاء زي ما ذكرت لحضراتكم. كأبو ياسين القناوي من المملكة العربية السعودية بيتابع معانا، وبيتابع ابن محافظة الأقصر ابن مركز أرمنتو الحيط كابتننا الكبير كابتن محمود درديري مدرب قطاع الناشئين بنادي الهلال السعودي، متواجد معانا على الهواء مباشرة بيتابع هذا اللقاء. طيور مصر المهاجرة في الخارج. تعدي الكرة قدام أحمد السيد بالقدم اليمنى بيلعبها لقدام عند عكاشة، عند بركات، ده القميص رقم 10 باهي جمال، لكن عدت هربت طولت راحت قدامنا كده، ادوش حاجة فيها البدري، تطلع الكرة قدام. خلي بالك عندنا البدري البدري أحمد فؤاد ده حكم اللقاء،
البدري أحمد فؤاد حكم اللقاء من منطقة أسيوط لكرة القدم، طاقم حكام أسيوطي كامل بيدير هذا اللقاء. تواجد كابتن جلال في مباراة طنطا وأمام بتروجيت، واحد من الحكام الكبار في صعيد مصر. تسند الكرة يا عكاشة يا ولد يا ولد، أحمد عكاشة بالقدم بالكعب كده، واحدة بالكعب كده لقدام، ولكن عدت اتسندت لقدام. سلامات للقميص رقم 10 باهي جمال. عدت الناحية الثانية هناك أحمد عادل، 3 سترايكر قدام، نمسك الخشب عليهم، نمسك الخشب باهي واحمد عادل وبركات السيد الثلاثي الامامي الثلاثي. عملها لقدام، ولكن عبد الرحمن سيد بيرجعها كده، بيرجعها، ولكن عبد الرحمن الفتحي بيصحح الخطا. تستند الكره لقدام، تروح عند القميص رقم 20، راح له عبد الرحمن سيد على القميص رقم 6 محمد عبد الحي الباك ليفت لفريق الباك ليفت، لكن رايت المساعد قلت لحضراتكم المساعد رقم 2 هناك الولد الاسمراني هناك صاحي مش نايم، صاحي مش نايم في درجه الحراره اللي متواجده عنده هناك، تعدت ال 45 درجه في المنطقه اللي هو موجود فيها هناك. المساعد رقم 2 عبد الهادي سيد القادم من منطقه اسيوط لكره القدم. تعدي لقدام المدافعين، هو هجمه هنا والثانيه هناك، وعلي ونعلي كده، ولكن الموسيقار احمد عكاشه يظل هو نجم الشباك والمتحدث الرسمي حتى الان مع الشباك بالهدف اللي تسجل في الدقيقه ال 24 من شوط المباراه الاول، واحنا دخلنا الان على الدقيقه ال 32 من شوط المباراه الاول. بنقترب من نهايه يعني الربع ساعه الاخير في شوط المباراه الاول. الاحداث وتدور في داخل الجبلايه، والضغوط التي مورست من كابتن حازم امام النائب عضو مجلس النواب وعضو مجلس الاتحاد المصري لكره القدم على ريو فيكتوريا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني بعدم ضم احمد فتوح وضم محمد صبحي لقائمه المنتخب بعد الاحداث الذين غادروا. ولكن كريم حسن شحاته امبارح في برنامجه قال لك كلمه بصراحه عجبتني، قال لك نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب لن يرسل مذكره الى الاتحاد المصري لكره القدم يخطرهم فيها بشان الايقاف او العقوبه التي وقعت على احمد فتوح او على مصطفى الزناري او على محمد صبحي. طبعا ده راي الكابتن كريم حسن شحاته وليس راي معلق المباراه عمرو الصاوي، حتى لا تؤخذ علينا يهاجمنا جمهور الزمالك يعني، فبنقول ما يدور في الكواليس ويدور في الاحداث. تستند الكره قدام عبد الرحمن سيد واحد، لو طلعت ضربه ركنيه ولكن ضربه مرمى. المساعد صاحي مش نايم من الناحيه الثانيه هناك عبد الهادي سيد، ان شاء الله بنتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله للجميع. خلاص كده بيتسو موسيماني نادي الوحدة الإماراتي أعلن بالأمس خلاص يعني إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي. خلينا في اللقاء كده وتروح الناحية الثانية هناك، وماذا يدور في كواليس وفي جعبة كمال الزين وفي جعبة محمد جاد المدير الفني. تعدي الكرة قدام القميص رقم 10 باهي جمال عند احمد عادل، هتعدي ولا هتفوت؟ عدى وفات وماشي الناحيه الثانيه. احمد عادل عمل الارضيه العرضيه، ولكن يتالق مصطفى شحاته على طريقه كورتوا وياخد الكرة اللي فاتت. لو اتعملت بره كنت هقول لكم هدف ثاني، ولكن عمل ارضيه. كابتن اشرف جمعه قدامنا بيقول لمدافعين، بيقول لجهاز فني نادي السلام بعد اذن حضراتكم يا كابتن نبيله، يا كابتن جاد، يا كابتن ضوي، يا كابتن علي، بعد اذن حضراتكم واحد بس يكون هنا. حاج كمال ابو الحسن طبعا تسير المباراه كما يريدها تماما امام حضراتكم في الصوره، جايبينه لكم يعني تسير المباراه كما يريدها تماما وماشيه تمام زي ما هو رايدها حتى الان. جماهيرنا المتواجدين على الهواء مباشره قولوا لنا اخر الانباء هناك يعني، عشان بيسالونا على النتيجه في البر الغربي لمحافظه الاقصر. وجماهيرنا المتواجده قولوا لنا مباراه صن داونز والوداد ايه اخبارها برضه. تستند الكره هناك القميص رقم 18 محمد احمد مبارك، ولكن القميص رقم 6 محمد عبد الحي الباك ليفت لفريق نادي قفط الرياضي. تعدي الناحيه الثانيه وتروح احذروا الهجمات المرتده لفريق نادي قفط الرياضي.
مدير فني كبير بيتواجد معاهم على دكه البدلاء كابتن كمال الزين. تعدي الكره قدام، عدت هربت طولت راحت، هدف ابدا، يتالق الحارس، يتالق هدف، دخلوا الاثنين على بعض ضيعوها. ومدافعين السلام وقفوا على انها اوفسايد، ولكن القرار في النهايه دايما يقول لك خبراءنا يقول لك العب على الصفاره، دايما يقول لك العب على الصفاره، ولكن في النهايه قرار الحكم في النهايه هو اللي هيسير بالمباراه. لكن لازم ما ننساش ان يسري عبد الجواد ادى دور الليبرو في اللقطه الماضيه ومنع هدف مؤكد، كاد ان ياتي بهدف التعادل لفريق نادي ثاني. رافع ايده حكم اللقاء بيحتسب ضربه حره مباشره. معلش اعذرونا، مش شايفين المنطقه دي، مش عارفين نجيب المساعد الاول من هنا. احمد حسام حسن مش عارفين نجيبه من الناحيه دي، ولكن هو واحد من المساعدين الكبار بيسير بالمباراه الى بر الامان. مرافع ايده الشمال كده حكم اللقاء كابتن البدري. في السند الناحيه الثانيه احمد عادل، تعدي الناحيه الثانيه احمد عكاشه، هيعدي ولا هيفوت ولا هيشوط، عملها، ولكن البدري باهي جمال دخل لجوه شويه. تستند الكره قدام، احمد حسن عملها الناحيه الثانيه هناك عند القميص رقم 8 علي عبد الدايم على دائره المنتصف، عدي وانا عدي الناحيه الثانيه، تستند الناحيه الثانيه، ولكن احمد عمران بالقدم اليسرى عدت هربت طولت راحت عند احمد حسن تاتو، ولكن بتروح الناحيه الثانيه للاعبي نادي قفطة الرياضي، بيعمل العرضيه جوه هناك، ولكن عكاشها يا ولد يعني قدام حكم اللقاء بيحتسب ضربه حره مباشره على القميص رقم 24 عمر عبد الرحيم الباك رايت لنادي قفطة الرياضي. سلامات للقميص 22 محمد عبود. صن داونز والوداد التعادل السلبي بدون اهداف. صن داونز والوداد. كابتن علي عربي، قول لنا اخبار النتيجه في الجرنه، ايه اخبار يا كابتن عربي هناك؟ يا كابتن علي طمنا على اخبار النتيجه هناك. يعني بيسالونا كده الجماهير المتواجده معانا على الهواء مباشره على مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظه الاقصر. القميص رقم 5 احمد فرج بيلعبها الناحيه الثانيه لقدام هناك. سلامات لبركات السيد، خد كوع كده طلب الدكتور على طول. كابتن نبيل نزل والكابتن مصطفى نزلوا على طول الى ملعب اللقاء. حتى الان نادي الاتحاد جدة السعودي خلاص بينهي الاتفاق مع واحد من ايقونات الكرة في العالم الايطالي باولو مالديني قد يتواجد في مديرا رياضيا لنادي اتحاد جدة السعودي. امير محمد بن سلمان فتح الخزائن لكل الانديه السعوديه وتواجدت فيها كل انديه العالم، وتحولت البوصله صدق او لا تصدق عزيزي المتابع وعزيزي المشاهد ان الدوري الاسباني اصبح الان يحتل المركز السادس عالميا، يخرج من ضمن افضل 5 دوريات، وتدخل المملكه العربيه السعوديه بتدخل بالمركز الثالث عالميا. تواجد كريستيانو رونالدو، تواجد النجم الكبير كريم بنزيما، تواجد هؤلاء النجوم وكثرة النجوم التي تواجدت في الدوري السعودي غيرت البوصلة تماما وأصبحت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية. بنبارك طبعا للنجم الكبير كابتن محمد عويس المدير الفني لنادي الأقصر الرياضي، بالتأكيد بعد الفوز على قوس هناك 2-1، وطحطة بتفوز على شبان قنا 2-1، والألمونيوم بيفوز على ملاوي 2-0، وديروت التعادل السلبي التعادل الإيجابي 1-1 التعادل 1-1 مع ديروت في استاد بني سويف. كانت النتيجة هناك يوم الجمعة الماضية. القميص رقم 9 بركات تلقى العلاج كده، وبيندهوا على حكم اللقاء ان هو ينزل الى ملعب اللقاء. بركات السيد لاعب مهاجم فريق نادي
مهاجم نادي السلام بمدينة إسنا. والنتيجة وصلنا الآن للدقيقة 40، آخر 5 دقائق من بداية شوط المباراة الأول، والنتيجة ما زالت 1-0 لأصحاب الأرض والدار. فريق نادي السلام بمدينة إسنا متقدمين بهدف مقابل لا شيء حتى الآن، سجله الموسيقار أحمد عكاشة. ضربة حرة مباشرة على نادي قفط على دائرة منتصف الملعب. بيتحدث كده أحمد حسن تاتو بيتحدث مع حكم اللقاء في اللقطة الماضية، ولكن حكم هادي راسي كده، يعني يفكرنا بالمونديالي جمال الغندور، يفكرنا بعصام عبد الفتاح، يعني من حكامنا الكبار اللي مثلوا مصر في كأس العالم. ضربة حرة مباشرة لعبت لصالح فريق، لعبت لقدام، والهدف الثاني القميص رقم 9 بركات السيد، ويفكرني بهدف حمدي فتحي في مرمى بيراميدز قبل ان يغادر الى الوكر القطري. طلع من الدور العاشر ويأتي بهدف ثاني على طريقة حمدي فتحي في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. بركات السيد محمد جاد مشية تمام التمام. كابتن يعني الأستاذ كمال أبو الحسن كده بيشور للاعيبة في ملعب اللقاء، يا المباراة بتسير كما يريدها تماما حتى الآن، متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. هذه النتيجة لو ظلت كما هي تصعد بالفريق، هيروح كم مركز فوق، ده هيوصل ل7 نقاط فوق، هيروح للمركز الثالث في هذه المجموعة فريق نادي السلام بمدينة إسنا. تعدي الكرة لقدام، تغيرت النتيجة متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. الدقيقة 41 بتحمل الخبر السعيد مرة أخرى إلى أبناء نادي السلام. يا ولد القميص رقم 24 بدون فلسفة حطها كده في الاوت هناك، ضاغطين عليه. قلت لكم محمد جاد وكريم الضوي بيلعب بباهي جمال وبركات السيد واحمد عماد، مزقطين باهي تحت احمد عادل وتحت بركات السيد كده، بيتسرق من وسطيهم كده ويروح الناحيه الثانيه، ولكن عملوها بالفعل. احمد عكاشه هتعدي ولا هتفوت؟ شوطه يا ولد، هيعدي الموسيقار احمد عكاشه، ولكن عدت هربت طولت، ما فيهاش اي حاجه. برافو حكم اللقاء، ما فيهاش اي حاجه. برافو حكم اللقاء البدري احمد فؤاد، حكم منطقه اسيوط لكره القدم. يسير بالمباراة إلى بر الأمان حتى الآن، وخلاص وصلنا للدقيقة 43. هنشوف هيدينا وقت ضايع قد إيه، ولكن دون كتير كابتن عاطف ياسين والله في أجندته النهاردة. ماذا دون في أجندته؟ دون كتير والله، ولكن إن شاء الله يكون في صالح الحكام بإذن الله. كنا الكبير كابتن أشرف جمعة تمشى كتير على الخط النهاردة كده، يعني ربنا يديله الصحة وطولة العمر. واحد من أبناء محافظة أسوان اللي دايما بنتشرف بتواجده في أي مكان، كابتننا الكبير كابتن أشرف جمعة. تستند الكرة لقدام وتروح الناحية التانية، بيحضن عليها القميص رقم 6. هنقول لحضراتكم كده هناك الشوط الأول خلص في مباراة الكيمان أمام الحسينات في دوري مراكز الشباب دور قبل النهائي، بتقدم لمركز شباب الحسينات بهدفين مقابل هدف واحد. ماذا ستقول قارئة الفنجان وماذا يخبئ القدر؟ ومن يضع القدم، يعني من يضع نفسه هناك في المباراة النهائية إن شاء الله. أحمد عادل عبد الرحيم تعدي الناحية الثانية، محمد عبود رفع رجليه ونزلها على طول كده الناحية الثانية. سند الكرة هناك لكل المتابعين. القميص رقم 9 بركات السيد أحمد عادل عبد الرحيم. أحمد عادل هتعدي ولا هتفوت؟ هيعدي ولا هتفوت؟ ولكن يا ولد المدافع 34 ياسر محمد، ده لاعب دائرة المنتصف. ياسر محمد بيعمل باكورد بيطلعها، بتروح عند الحارس مصطفى شحات. كان ادم جنبينا هنا موقع دورينا لكرة القدم، وابتسامته الجميلة كده جنبينا هناك، متواجد امام حضراتكم في الصورة كده
ويغطي كل الأحداث هنا مع صديقنا العزيز الأستاذ منتصر أبو راس. ما شفتوش النهارده والله متواجد في اللقاء، نتمنى له التوفيق بإذن الله. سلامات لبركات، سلامات لبركات السيد لاعب فريق. عاوز اقول لحضراتكم سريعا كده، الالومنيوم بيتصدر قمه المجموعه الثانيه برصيد 9 نقاط، ديروت 8، كيما اسوان 7، وطحطة 6 نقاط، والاقصر 4 نقاط، شبان المسلمين بقنا 3 نقاط، ملوي نقطه، قوس ولا نقطه. 4 هزائم متتاليه بره جوه، ذهابا ايابا. ولكن ماذا ستقول قارئة الفنجال وماذا يخبئ القدر؟ المباراة القادمة أمام كيما في ملعب كيما، هناك في قيادة عيد مرزيق المدير الفني لنادي كيما الرياضي. سلامات لبركات، سلامات لبركات. السيد حط هدف، الولد طلع كده من الدور العاشر على طريقة حمدي فتحي في مرمى أحمد الشناوي، قال له هاتها من الشبكة يا عم مصطفى لبركات السيد. بصراحة هدف يدرس، هدف جميل 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 بصراحة. يعني اتسرق كده من وسط الاثنين المدافعين، اتسرق من وسط، أدى 4 دقايق. زيزو جنبي هنا قال لي الحكم أدى 4 دقايق، أدى 4 دقايق. أحمد عادل، أحمد عادل هتعدي ولا تفوت؟ من فضلك اقفل رجليك. عبد الرحمن الفتح، ولكن بيطلع كده الكورة وبياخدها مصطفى شحاتة. علقنا الرياضي الكبير مدحت شلبي بقول لك من فضلك اقفل رجليك بعد إذنك. ولكن المدافع عبد الرحمن الفتح بيقدم مباراة رائعة. 20 دقيقة من مباراة صن داونز والوداد البيضاوي المغربي بالعاصمة ساوث أفريكا، هناك متواجدين، والنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. شكله كده كابتن يعني كابتن آدم شكله كده عاوز صن داونز، شكله عاوز صن داونز. والله حسيت بيه، بصوا اهو، والله حسيت بيه ان هو عاوز صن داونز، حسيته كده ان هو عاوز صن داونز يعني. منذ أن تولى بيتسو متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي ولم تكتب أي بطولة لصن داونز، ولكن هل تكون بطولة السوبر ويسجلها التاريخ بحروف من ذهب وتكتب لصن داونز؟ لسه الأماني ممكنة، هناك كل الأمنيات بالتأكيد طبعا بنتمناها عربية بالتأكيد. يعني تتعدي الكرة لقدام الناحية الثانية هناك عند المدافعين، ولكن الولد يسري عبد الدايم، يسري عبد الجواد، يسري عبد الجواد يتألق ويرتدي قفاز الإجادة على طريقة الحراس الكبار، على طريقة البيرلويجي بوفون. والله موقع الكرة في الأقصر معانا بيتمنى التوفيق أيضا لصن داونز. الجماهير انقسمت يمينا ويسارا ما بين جنوب أفريقيا وبين العاصمة يعني المغربية الدار البيضاء. تروح الكرة الناحية الثانية هناك عند الموسيقار أحمد عكاشة، تعدي الناحية الثانية، ولكن المدافعين أصحاب الكلمة العليا في اللقاء حتى الآن. ولكن الباك الشمال مش عاوز ننسى حقه الناحية دي هنا، أحمد محمد أوزيل كان لاعب مركز شباب، كان لاعب مركز شباب الساحة الرضوانية. أوزيل من اللعيبة أصحاب الخلق الرفيع، يعني أوزيل من اللعيبة أصحاب الخلق الرفيع، دايما لاعب مهذب خلقا داخل وخارج الملعب. أحمد أوزيل تربى في الساحة الرضوانية هناك، يعني مع الحاج عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الساحة الرضوانية. تعدي الكرة قدامه، يسري يا ولد بالبوكس. دي تعليمات وتدريبات علي عامر، برضو ما ننساش مدرب الحراس اللي متواجد معاه كابتن علي عامر، واحد من المدربين الكبار، وتواجد ايضا على يعني على خط دكة البدلاء الحارس الكبير علي هارون، بيتواجد له على دكة البدلاء يعني بتاريخه الكبير، واحد من حراس مرمى نادي الأقصر الكبير، كابتن الكبير. خلاص وصلنا الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ويسري عبد الجواد يريدها تماما، وصلت إليه في الدقيقة الكام. خلاص بنلعب في الوقت المحتسب، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. البدري بص في ساعته، البدري أحمد فؤاد بص في ساعته بالفعل، وصافرة حكم اللقاء زي ما قلت لحضراتكم متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. هكذا انتهى شوط المباراة الأول، وكما أرادها هذا الرجل الذي يظهر أمام حضراتكم في الصورة، الحاج كمال أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي السلام، كما أرادها تماما، وأرادها محمد
وأرادها محمد جاد وأرادها كمال الضوي. ماذا يدور داخل الغرف المغلقة وماذا يتحدث الكابتن كمال الزين وماذا يتحدث كابتن محمد جاد داخل الغرف المغلقة، إلى أن ننتظر في شوط المباراة الثاني. شوط المباراة الأول انتهى 2-0. تقدم الموسيقار أحمد عكاشة بهدف في الدقيقة 24. أدرك التعزيز على طريقة حمدي فتحي في مرمى أحمد الشناوي. بركات السيد في الدقيقة 40. شوط المباراة الأول ينتهي 2-0. إلى الملتقى في شوط المباراة الثاني. تقبلوا تحياتي، محدثكم عمرو الصاوي. دمتم في أمان الله وطابت أوقاتكم.